للصحة للصحة. هلا حبايبي، شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير مرتاحين من الحظر المنزلي. رجع علينا الحظر من جديد ببغداد. ما اعرف شو نسوي. مو المفروض اليوم احنا ننزل لكم سكتش بس ما قدرنا نصور. اليوم يخلونا نصور بالشارع، انه بالحظر بدنا نصور. المهم يا شباب قلنا بدل ما نروح نصور لكم مشهد بالشارع ونروح نتختل منه ومنه ونصور مشهد، فقلنا نصور لكم فيديو بالحظر وشلون احنا قاعدين. اصلا انتم شكو جايين هو غير الحظر وكورونا غير تباعد اجتماعي. بس شوف انا مروان مسافه بيناتنا. طبعا شباب من خلال الحظر المنزلي ومن خلال قعدتنا بالبيت حبيت ابارك الشاهد الشمري وفهد بمناسبه زواجهم. نقول لهم الف مبروك. سلاف همه. سلاف زوجت؟ لا عن قريب ان شاء الله. سلاف ان شاء الله متزوجين همين الف مبروك. وزين الدريمي. زين الدريمي منو؟ راح تتزوج هم الف مبروك وكل شن مبروك كل شن مبروك. لحظه شباب جت براسي فكره. تخيل ينزلون ميزه جديده بالانستغرام بالعراق، مو انه كلهم يتزوجوا تلزمون بالانستغرام نزل زوجته خطيبته ما اعرف شنو. نزلوا ميزه جديده ممنوع تدخل الانستغرام اذا انت عراقي، ممنوع تدخل الانستغرام. اول ما تسجل الدخول يقول لك لازم تشوفنا مرتك. انت بس تخيل. تخيل تسجل الدخول ان شاء الله تسجل الدخول يقول لك دزنا صارت مرتك. لا ادري. اوكي يا شباب، جت براسي فكره هسولف لكم ان شاء الله تعجبكم. شباب حبيت اسوي قناه جديده. تمام، هاي القناه الجديده مو الي، هاي القناه الجديده راح اخليها لكم بالوصف، مو بهذا الفيديو، احتمال بالفيديو اللي وراه شوف بعد فتره. اخليها لكم بالوصف وراح تدخلون عليها تشتركون بها انتم. شو وقت ما نوصلها 100,000 شنو راح اسوي بيها؟ راح نعطيها لواحد من المتابعين بشرط يكون عنده محتوى او عنده فيديوهات حلوه ينزلها على اليوتيوب، ونحاول ندعمه نستلم له الدرع ونساعده بهواي شغلات. فيا شباب اذا حابين الفكره او حابين اللي يريد هاي القناه فكتبوا لي بالتعليقات وحطونا لايك لهذا الفيديو وانتظر رايكم بالتعليقات. اوكي شباب خلينا نقرا هذا تعليق من علي يقول صحيح كرار مات. بعيد الشر عنا بعيد الشر. طبعا يا شباب انا اكثر شخص اموت بالتيك توك. والله العظيم انا اكثر شخص ميت بالتيك توك. شو وقت ما تدخل تيك توك تلقى كرار الله يرحمه. لو احلى شيء واحد بالجديد مخلي قبر وحاط صورتي وكاتب الله يرحمه. هسه ما ليش يعلقونه؟ يعني اذا طبعوا على حساباتنا ولقونا مسوين حداد يعني انت ميت. بعيد الشر عنك. شباب انا ما ميت. وهذول ينشرون بالتيك توك كذابين كم كذابين. وهذا تعليق من سجود كشخه يقول طارش رحت للبصره. وعندنا تعليق يقول صغيرونة اب. ما ضحك. سلطانة زمانك تقول عاشت ايدك محمد جواني اللي خلاني ابحث على قناتك. تحياتي لكم والجواني ضلع يا حبيبي. هذا عايد اسمه يقول احبك ممكن الرقم. شو اسوي؟ هركاش ترى بالتايجر مالتك. ما يضحك. قول. ليش ماكل؟ ليش ماكل؟ ضحكك. شباب اتحداكم تعرفون هذا منو؟ اللي يعرفه بالتعليقات راح اثبت تعليقه. اول تعليق يعني راح اثبته. منو هذا؟ هذا دايلي يستهدف. اركان وين؟ اقول لك اركان وين؟ ما ادري. اركان وين؟ خلي افتح حقه وبي. زين انت ليش تبغى هيك؟ بس ايش؟ افتح حقك؟ هسه ايش؟ افتح حقك والله خلي يشوفونه. لا افتح حقك. ما ادري قاعد اصور. وين اشتغلت؟ ما ادري. وين اشتغلت؟ ها؟ هاي هنا. عشان ندرس على الفيديوهات انا.
اوكي يا شباب، تعالوا اشوفكم انجازاتنا واشوفكم الدروع اللي وصلتنا من يوتيوب. هذا درع المليون و هذا الدرع الصغير الكيوت مال اركان، مال قناه اركان مال 100,000. فشباب اشتركوا بقناته غطيه خليه يوصل مليون. وهذا مال قناتي الثانيه مال فلوجات، تاركه والله صار لي هواي. وهذا الدرع مال 100,000 اللي وصلنا اول درع وصلنا من يوتيوب. اوكي يا شباب، وهذا الدرع تمام. هذا الدرع يا شباب، هذا الدرع انا خفيت الاسم. هذا الدرع وصلني مع القناة الثانية، وصلني استلمته قبل اسبوعين تقريبا. بس يا شباب شنو تتوقعون كتبت على الدرع؟ اوكي هسه 5 ثواني او 10 ثواني ببالك شنو كتبت على الدرع؟ يا شباب هذا الدرع وصلني قبل اسبوعين، بس شنو كتبت عليه؟ كتبت عليه شهداء العراق. اوكي يا شباب، ليش وشلون صار الموضوع؟ وصلني الكود مال اليوتيوب وانه لازم اكتب اسم على الدرع، بس ايش وقت؟ باليوم اللي صار فيه الانفجار مال ساعة الطيران. والله يرحم الشهداء اللي وقعوا بالانفجار مال ساعة الطيران، والله يرحم شهداء العراق جميعا من المتظاهرين ومن قواتنا الامنيه، والله يرحم جميع شهداء العراق. وهذا ابسط شيء قلتها كتبه لهم، وحتى ما ننساهم ويبقون ببالنا دائما. واكيد كل ما نطلع الدروع وكل ما نقعد وكل ما يوصلنا انجاز نطلع الدروع مال اليوتيوب، فاكيد نتذكر شهداء العراق والله يرحمهم. وهذا شيء بسيط. هو يا شباب هاي صور المتابعين الحلوين اللي خليتها واللي صارت عليها ضجة، وهاي صور هنا نشل عن منانة وصارت هوسة، وتركت الموضوع أنا أصلا لأن صارت عليه هوسة ومشاكل هواي والله بالرسائل، فما أعرف. المهم هاي الصور اللي فقط اختاريتها، وإن شاء الله بالأيام القادمة راح أسوي لكم هواي شغلات، وطبعا أنا أحضر بهواي شغلات يعني جاي ممكن افيدكم بيها، نستفاد واحد يستفاد من الثاني. يا شباب انا ببالي انه دا اسوي فكره سلسله جديده، بس جاي تجيني هوايه افكار يعني واحده اقوى من الثانيه، فاريد اختار سلسله اللي انتم تحبوها وانا اشوفها يعني مناسبه. فشنو رايكم وشنو السلسله اللي حابين اسويها بالقناه؟ اكتبوا لي بالتعليقات، لان بصراحه رايكم كلش مهم. انا ما اسوي اشياء باليوتيوب اذا مو انتم راضين عليها واذا مو انتم حابينها اصلا. فيا شباب اريد الكل تنزل بالتعليقات وتكتب لي شنو من سلسله حابين اسويها بالقناه ونستمر عليها، وشغلات جديده يعني غير اللي سويناها كلها باليوتيوب، غير اللي مسوينها كل اليوتيوبريه. اريد اسوي شيء انه ما حد مسويه، مو اريد اصير افضل من يومهم، بس اريد كل شخص لازم يطلع له شيء مميز وشيء جديد. فيا شباب اكتبوا لي بالتعليقات شنو حابين نسوي بالايام القادمه. شباب حسابي بالانستغرام راح تلقونه بالوصف. طبعا هواي انزل مواضيع بالستوريات، وهواي اخذ راي المتابعين اللي بالانستغرام. طبعا بالانستغرام ما عندي متابعين هواي، فيا شباب اللي مو متابعيني بالانستغرام ضروري تتابعوني. رابط الحساب راح تلقونه بالوصف وبالتعليق مثبت باول تعليق. فيا شباب تضغط على الرابط وتعال تابعنا على الانستغرام، لان اكو هواي مواضيع ممكن تستفاد منها انت وهمين تتابعوني. مرات جبته يا اهلا وسهلا. شو خلنا مرة ثانية انا بتاكل شو صار؟ طبعا يا شباب لا تشوفون الشباب انه سهرانين يمي وقاعدين وجاي يعني يتونسون هواي، والله العظيم بس يرجعون يجيبونهم السيطرة. هسه بابيكم خيزل ما يطلع يرجع البيت. جاي نشوفك لا تشوفون يلا هم جليل بدونك
ما ادري وين ابطل الوجه. انت جبال عيونك. ما اعرف ايش ظل من رحت ما اقول على من شنته الزيد اذا واحد يقول لي شلونك. علي دناش ايش خليت فيا من رحت ظليت واقف مستحي مثل البيوت الغربة يلعن رسايل ما ترد لو تعرف احساسي شنو من نكتب وما تقرا. الله اكبر على الشتاء الله اكبر على الشتاء. والله صدق بلي انا لازم مسيطر. هذاك ساعه مسيطر قال له بابا انت جيت اذا ترجع الزمك. ايه تعال 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 شام لازمك مسيطر وبابا مشيت عليه وطلعت. لا سعد بابا رايحين هو هان. ايه اوكي رايحين للبيت لازمهم قبل السيطره. قال انت مو من المنطقه انطيني هويتك. حلو اوكي قال عمان المنطقه. ايه هذاك ابو سيطره يعرف هامل. ايه اوكي قال انا عم تنزل تعال ارجع بطل المنطقه. أنا قال له انا اتخابر لك اياه. قال خابر. قال عم الساعه 2 نايمين. ايه يقول رجعت خبر شو اسوي؟ اعطيته بطاقه سكن لا قبل. والله العظيم يا شباب احنا كل جاي نعاني من تصوير البرة طبعا بعيدا عن الموضوع. انا علي موضوع المسيطر لازمين انا علي. والله يا شباب انه احنا ما نقدر نصور بالشارع بسبب انه ما عندنا رخصه وما عندنا اي شيء انه نطيع لهم حتى نقدر نصور يعني. بس يشوفونا نصب كاميراتنا وفتشي راح يجونا ياخذون الكاميرات ياخذون المركز وهاي المشاكل تصير يعني. والله ناس الدولة الناس الخيرة الناس الخيرة والله. يا شباب هيكم ساعدنا اليوتيوبرية والله العظيم اليوتيوبرية العراقيين مظلومين. اوكي يا شباب اعطوا موسيقى حزينة. انا وين هناك ورسالة خاصة للمنتسبين اللي بالشارع اللي يشوفون هم اللي دائما يرجعون بالتصوير. وجه لهم الرسالة وجه لهم. المنتسبين ما لهم دخل بس الموضوع يهم الضباط هذول النجمات هنا. هذا والله يا شباب احنا هذا الموضوع كلش نعاني من عنده يعني. صار نطلع نصور براحتنا بالشارع بس نصور كاميرات تجونا. مرات ياخذون المركز والله العظيم يعني. مرات يلزمونا مرات يعرفونا مرات يتعاطفون ويانا مرات بمزاجهم. يعني شو نسوي احنا نضطر نقعد نصور بالبيت نصور مشهد بالبيت نصور بالباب نصور بالفرع يعني. نقدر تختي والله قناتنا 8 مليون يعني. رحت تركيا هناك اجانب من نطلع من قناه يتقبلون يعني احترامات اوكي يا شباب لهنا وصلنا لختام الفيديو. يا رب الفيديو عجبكم وتونستوا. انا شباب مثل ما قلت لكم بدايه الفيديو ببالي سلسله اريد اسويها جديده. انا ببالي 3 افكار هسه وافكار قويات وبينا هواي شغلات تستفادون منها انتم ونستفاد منها انا وياكم وتستمتعون فيها. بس يا شباب انا اريد اشوف افكاركم اريد اشوف شنو ببالكم انه حاب اسوي السلسله. اكتبوا لي بالتعليقات غير الشغلات اللي شايفينها انتم باليوتيوب. انا وياكم انتم الناس اللي متابعتني نريد نسوي فد شيء جديد على باليوتيوب ونطلع فد شيء مختلف. يا شباب اكتبوا لي بالتعليقات وفكره القناه اللي 100,000 ونعطيها المتابع هم اكتبوا لي بالتعليقات وشنو رايكم بيها. وهسه بدا فيلم اجنبي راح يبون عليه شباب وانا راح اخذ الكاميرا وامنتج هذا الفيديو اللي انتم تبون عليه. بس يلا نشوفكم فيديو جديد. باي باي.